الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله تعالى. طبعا رمضان بيجري جري بطريقة رهيبة جدا. ربنا ينعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، والسعادة والهنا يا رب العالمين، واليمنى والبركة علينا وعلى أهاليكم جميعا وعلى أولادكم وذريتكم وأحفادكم بإذن الله تعالى. المهم ربنا يتقبل مننا رمضان، صيامنا وقيامنا وصلاتنا يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين. النهارده هنعمله مع بعض باذن الله صينيه بوري بالبطاطس باذن الله، ومعاها الخلطه بتاعتها الجميله، الخضار بتاعنا. البوري اهو زي ما انتم شايفينه، اهو انا غسلاه كويس جدا جدا من جوه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو انا غسلاه زي الفل اهو من جوه، وطبعا مملحاه وحاطه عليه ليمون كويس جدا وغسلاه كويس قوي قوي. طبعا ده البوري بتاعنا اللي انتوا شايفينه، ومعانا هنا في الخضره بتاعتنا بقدونس وكزبره وشبت، وهنا عندنا ده طبق فيه كرفس، طبق ده فيه كرفس. الخضار بتاعنا بقى عندنا الجزر المبشور والبصل المقطوع شرايح وفلفل اخضر وفلفل حار مطحون وطماطم، وعندي هنا توم طبعا موجود عندنا. ودي البطاطس بتاعتنا انا قطعاها زي ما انتم شايفينها كده، لا تخينه ولا هي رفيعه، في المعقول طبعا عشان تاخد سوا السمك. اللي عندي هنا طبعا ليمونه هي عصراها ليمونه، وهنا 3 كوبايات، انا اسفه 3 معالق زيت، وهنا دي معلقه خل. البهارات بتاعتنا بقى باذن ربنا، عندي كمون وعندي بهارات سمك وعندي كزبره وعندي ملح، وانا جايبه باذن الله كده اللي هي مرقه السمك بتاعه السمك دي، انا خدت منها مرقه واحده وفركتها ايه قدامي، دي بتاعه السمك. دلوقتي هنجيب الطبق بتاعنا اللي انا هنحط فيه التشكيله بتاعتنا دي دلوقتي كلها على فكره، وهعمل معاه جندفلي باذن الله تعالى. عفوا، هعمل معاه جندفلي، في منه اللي عايز منه حبه كده بميه مغليه وافضيها عليه، وفي اللي بيحبوا اخرط عليه البصل. والتوابل بتاعتي برضه اللي بحطها كمون وبهارات سمك. بهارات السمك دي على فكره من عند العطار، وبشره له بصله وكل حاجه. هنيجي هنا دلوقتي هنضيفوا الحاجه بتاعتنا اللي هي السلطه انا اسفه جدا. الخضار بتاعنا البصل والثوم والطماطم والفلفل الاخضر، تمام اهو. وهحط معايا الخضار بتاعنا اهو، على فكرة انا مولعة الفرن كمان. وادي الجزر، وطبعا هنحط التوابل بتاعتنا كلها اهي. وطبعا هحط الكرفس، على فكرة انا عندي كرفس تاني بس لازم احطه ده فوق الوش. تمام كده. هنحط الليمون، معلقتين الخل، 3 معالق زيت، زي ما انتوا شايفين كده. هقلبهم طبعا كلهم على بعض، الخلطة كلها تبقى على بعضها. بسم الله ما شاء الله، سبحان الله، سبحانك يا رب. ريحتها جميلة، والله ريحتها جميلة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا هجيب الصاج بتاعي،
واجيب السمك طبعا. الصاج بتاعنا هو ده. دقيقة واحدة عشان المكان بس صغير جدا، فانا ايه مش عارفة يعني اعمل له ازاي. إيه طبعا هرص البطاطس بتاعتنا الاول. هفضي البطاطس كلها اللي انا عاملاها. تمام. وهاخد شوية من الخليط ده، هو هنعمل بيه البطاطس، هنقلب بيه البطاطس كله. عشان خاطر البطاطس تبقى واكلة برضو من الايه الخلطة بتاعتنا اللي انا هنحطها في قلب السمك. زي ما انتوا شايفين اهو. معلش يا جماعة انا اسفة، ثواني كده نسيت حاجة في قلب الفرن وهو مولع. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليها التوابل ايه كلها اهي. تمام كده. هجيب السمك بقى سمكة سمكة كده، وهنحشيها طبعا التوابل بتاعتنا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله احسن الخالقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وهعمل الجندفلي طبعا باذن الله، وهعمل لهم معاهم، في ناس من احفادي طالبين رز، هعمل لهم شويه رز صياديه او شويه رز بالطماطم. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا بحط كل الخلطة بتاعتي. كده خلصنا كده الخلطة كلها. زي ما انتوا شايفين اهو، كل الخلطة اتحطت على البطاطس وعلى السمك. تمام. انا طبعا معرفش اذا كانت حادقه ولا باسله، على كل حال انا ايه هرش لها شويه ملح وفلفل كده، حبه يعني بساط كده هو. دي كده الصينيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اهو. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ خرطت البطاطس وعملتها حلقات، لا هي تخينه ولا هي رفيعه. وجبت الخلطه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، الجزر وطماطم وبصل وتوم وكزبره وبقدونس وشبت ضل اخضر وفلفل اخضر برضو قدامكم اهو، وشويه كرفس و3 معالق زيت ومعلقتين خل وليمونه ونص، بالظبط ليمونه ونص اللي انا فضيتهم عليها. طبعا بالنسبه للتوابل التانية حطيت كمون وكزبره، وحطيت توابل اللي هي مرقه اللي هي بتاعت السمك، مرقه سمك حطيتها معاهم، وكمون وكزبره وملح. تمام.
وبهارات سمك. طبعا حطيت بهارات سمك، دي موجودة عند العطار بإذن واحد أحد إن شاء الله. الصينية اهي زي ما انتم شايفينها، بسم الله ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. أنا هحطها في الفرن دلوقتي بإذن ربنا، ولما أطلعها إن شاء الله هبقى أوريها لكم بإذن الله. أكون أنا عملت الجندوفلي. طبعا هنعمله يعني انتوا عارفين هعمله ازاي. هخرط له بصله وهحط له بهارات سمك وهحط له كمون برده وكزبره وليمون وحبه خل. تمام. هحطها فوق الجندوفلي وعامله له بصله مبشوره اهي. بصله المبشوره دي بتاعه الجندوفلي، وهحط عليها فلفل اسود كمان. ده بالنسبه للجندوفلي. تمام. وان شاء الله ادخل الصينيه في قلب الفرن، ولما تطلع بمشيئه المولى هوريها لكم ان شاء الله. وبرضه هتشوفوا الجندوفلي، بس هيكون طبعا في منه استوى وفي منه طالبين مني حبه كده اغلي شويه ميه وافضيها عليه عشان يبقى مفتح وحلو. وهعمل جنبه باذن الله طبق الرز. ان شاء الله ادخلها الفرن دلوقتي، ولما تطلع باذن الله هنشوفوا، هنكونوا مع بعض باذن الله. انا نسيت اقول لكم على حاجه، معلش انا اسفه، بعتذر منكم. انا كان المفروض عليا لازم ارص هنا طماطم حلقات كده زي ما انتوا شايفين اهو. وعلى فكره الصاج ده ما خدش بقيه السمك، فانا طبعا حطيت الباقي بتاعه في الصينيه برده ومعاه البطاطس. ان شاء الله الوجبه الجميله دي تعجبكم باذن الله تعالى. ومعاها ليمون اهو، شرايح برضو. زي ما انتوا شايفين. والصينيه التانية برضو هحط عليها طماطم. تمام كده، تمام قوي 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 اهو. بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفه وجميله جدا. زي ما انتوا شايفين اهو. هنحط معاها الفلفل، فلفل اخضر اهو، هزينه بيها اهو. اغسلي لي واحدتين فلفل تاني اهو. زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. ادي صينيه البطاطس بالبوري، سمك البوري بالبطاطس. دي صينيه سمك بوري بالبطاطس. وادي القرن تاني اهو في الصينيه التانيه اهو. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله وتحفه جدا جدا. انا هرش عليها شويه زيت، مش كتير طبعا، شويه صغيرين كده فوق الوش. وفي الصينيه برضو تمام. ادي الصينيه بتاعتنا هي. ان شاء الله الوجبه تعجبكم باذن الله تعالى. واول ما تطلع من الفرن باذن الله ان شاء الله هتشوفوها وجبه جميله جدا تستاهل بقكم باذن الله تعالى. اما تطلع من الفرن هنكونوا مع بعضنا باذن الله. ورجعنا مع بعضنا تاني باذن الله تعالى. ادي الجندفلي بتاعنا اللي استوى كده بالبهارات بتاعته، برضو بهارات السمك وكمون وملح وفلفل اسود وشطه وبصله مفريه. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. معلش سامحوني. وده اللي قالوا لي عليه قلبي ميه سخنه عشان يبقى مفتح كده، بيتاكل بياكلوه كده. طبق سلطه وطبق الرز. وادي الصينيه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا شكلها جميل وحلوه ازاي، زي الفل ومحمره وزي القشطه. ريحتها تحفه والله بالعظيم، بسم الله ما شاء الله. والبطاطس بتاعتنا اكيد طعمها تحفه طبعا. دلوقتي انا هفضيها في قلب الاطباق
بس طبعا هحط على السفرة على طول لان المغرب اذنت زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله يا رب الوجبة دي تعجبكم باذن الله تعالى، وان عجبتكم ما تنسونيش في اللايكات، وطبعا واعملوا لي كومنتات، انا مستنية طبعا تعليقاتكم الجميلة، وان شاء الله اشوفكم على خير، واستنوا مني كل جديد، واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.